بيقطعوا المصحف والإنجيل وبيرقصوا عليهم. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. في روسيا في 2008 الشرطة لقت 3 بنات وشاب مذبوحين، وكل واحد فيهم مطعون 666 طعنة وفي أماكن مختلفة في الجسم، وكمان ما قدروش يوصلوا للجثث نفسها لأن الجثث دي اتعرضت للحرق تحت شجرة، وكلوا من الجثث العصابة اللي عملت كده. وتفاصيل الحادثة دي إنه في حد في أعمار الشباب دي 17 و18 سنة كان بيقنعهم إنه في ليلة بيعملوها كده في كوخ بعيد شوية. وطبعا الحكم السن ده كان مغري جدا فكرة الكوخ، وخصوصا إن فيه مخدرات، وفضلوا يشربوا لحد ما فقدوا الوعي تماما وتمت الحادثه واتقبض على اللي عمل كده. وكان في واحد فيهم بيوصف ازاي فتحوا بطن واحده من البنات واكلوا قلبها، وقال انه اكيد الشيطان مش هيسيبني لاني عملت تضحيات كتيره جدا علشانه. واحد تاني قال انه لقى ربنا استغفر الله العظيم ايده قصيره، قال كده نصا، وانه حاله ما بقاش كويس وغني غير مع الشيطان. في امريكا في 2007 في واحده من القرى يصحوا اهل القريه على 3 من اولادهم الصغيرين اختفوا تماما، واكتشفوا ان 3 شباب خطفوهم واغتصبوا الاطفال دي، وبعدين قطعوا اعضائهم التناسليه وبعدين ذبحوهم. وما اتقبض عليهم اعترفوا بكل حاجه، وقالوا ان هم بس كانوا محتاجينهم لطقوس معينه، ولنفس الطقوس دي حصلت واقعه تانية في الارجنتين سنه 2000. توصل الشرطه على حادثه بشعه جدا، بس المره دي مش هتقدر تحدد مين الضحيه. في بنتين قتلوا ابوهم وتم طعنه 100 طعنه وبعدين اكلوا وشه. وبوصول الشرطه كانت في واحده من البنات بتصرخ بصدمه شديده والتانيه بفرحه شديده، وبتقول ان اخيرا الشيطان راضي عن ابوها اللي كان مشارك معاهم في الطقوس دي بكامل رغبته. ايه ده شيطان ايه وايه ده وايه الحوادث دي؟ عبدت الشيطان. دول جماعه من الناس بتعبد وبتقدس الشيطان، وبيعتبروه ان هو منافس ربنا اعوذ بالله في كل الديانات، وانه بيمثل الانسان بجد بعيد عن المثاليه اللي موجوده بس في الخيال، وان الانسان موجود عشان يلبي كل الغرائز بتاعته وكل الكبائر من قتل وزنا وتعذيب وشذوذ وكل الكبائر. كل الطرق اللي اتقربت من الشيطان دي علامة طاعته. ابتدت فرقة عبدة الشيطان لأول مرة من داخل جماعة مسيحية، وبعدين انشقوا عن المسيحية وابتدوا يشتموا في المسيح نفسه، وكانوا موجودين في أوروبا في القرون الوسطى. ومحاكم التفتيش وقتها أمرت إن كل حد تابع لعبدة الشيطان يتحرق أو يتم عدمه، وكانت الكنيسة وقتها سلطة جبارة، ولحد ما ظهر إلسترال كراولي سنة 1875، وده يعتبر أول حد أسس عبدة الشيطان في العصر الحديث. طبعا نادى بالحرية الاجتماعية، إن كل حد يعبد ويتبع الدين اللي هو عايزه، وبدأ يسافر كل بلاد العالم علشان يدعي الناس لعبادة الشيطان. وفي 1900 لقيوه ميت وجنبه أزايز الخمرة وحقن المخدرات، لحد ما جه اليهودي أنطون لافي وراح عمل إنجيل تاني مختلف لعبدة الشيطان. أنطون اليهودي جمع كل عبدة الشيطان في العالم، وخصوصا تحت ظل الإنجيل الشيطاني اللي تعالى تعرف نصوصه إن لكل إنسان حق يعيش زي ما هو عايز ويلبس اللي هو عايز ويقول كل حاجة هو عايزها وكله بحرية مطلقة، وإنه ليه حق يعيش زي ما يحب ويموت برضه في أي وقت هو عايزه. وده اللي بيخلي إنه عدد كبير من أتباع الشيطان بينتحروا رقم كبير، وإن الإنسان ليه حق يحب اللي هو عايزه ويمارس الرذيلة مع أي شخص حتى لو كانت أمه أو أخته. واحد من أهم الوصايا اللي موجودة في الإنجيل الأسود إنك ما تتجوزش، إنك تستمتع بكل الملذات، واللي يضربك على خدك تضربه على كل جسم. كمية الانتقام مش طبيعية. تعال بقى أحكي لك عن طقوسهم. عندهم طقس اسمه القداس الأسود، وده الهدف منه إنهم يقللوا من الكنيسة عموما، ويبدأ حد كاهن يحط قدامه بنت عذراء عارية بشكل كامل، وبيحط عند منطقة الصدر كاس فيه دم، وطبعا يستحسن يكون دم بشري. هتقولي بيجيبوه منين؟ هقول لك سؤال جميل. بيجيبوه من اشخاص متشردين عارفين ان محدش هيسأل عنهم او حتى هيلاحظ غيابهم، او حد مسن زي الاب اللي حكيت لك عنه من شويه بيشارك بروحه كقربان للشيطان وبكامل رغبته، او بيسرقوا اكياس دم من المستشفيات. اما الطفل الصغير بيعتبروه أنقى أنواع القرابين. لو أمكن يخطفوا أطفال، لو ما أمكنش بيستخدموا أطفال الزنا الغير مسجلين اللي بيكونوا أصلا أولاد الجماعة دول، واللي بيعتمدوا إنهم ما يسجلوش أطفالهم ولاد الزنا دول في أي دوائر حكومية علشان بعد مدة صغيرة يذبحوهم. المهم يبدأ فارس الهيكل، وده زي ما بيسموه حاجة كده زي الكاهن، بيكون لابس أسود تماما وحاجة كده زي القرنين، بيحط شمعة سودة على حاجة شبه الحوت كده، والنجمة الخماسية اللي بتمثل عبدة الشيطان، وبيقلب الصليب. وعلى جسم البنت بيبدأ يقول التعويذة وكلمات بيشتم فيها مين؟ بيشتم فيها ربنا، وبيمجد في الشيطان. وفي مزيكة الميتال روك اللي بتساعدهم على الاندماج مع المخدرات الكتيرة جدا، وبيدهنوا جسمهم بالدم البشري.
الفشل، ويضيفوا على الدم ده خمر ويشربوه. وبعد ما تخلص التعويذة دي يبدأوا كل المشاركين يمارسوا الرذيلة مع البنت الموجودة دي، اعتقادا منهم ان الشيطان حضر عليها وبيشاركهم جسمها. عبدة الشيطان بيتعمدوا يوصلوا لأولادك وللجيل الصغير عن طريق تقبلهم لاختلافات المجتمع هيرفضها. فمثلا الشواذ جنسيا محدش في كل العالم بيقبلهم، انما هم عادي جدا، حتى ان مفيش مشكلة مع الممارسات الجنسية مع الحيوانات. فبالنسبة لهم كل ما يغضب الله يرضي سيدهم الشيطان، والمثل الحقيقي للإنسان. على فكرة دول مش جماعة مستخبية خالص، دول ليهم كنايس وأتباع، ومش في مكان واحد، ولكن أشهرهم روسيا وأمريكا. وما تزعلش مني لو قلت لك إن العالم العربي نفسه فيه عبدة شيطان. في مصر وفي قصر البارون سنة 1997 في شباب من عبدة الشيطان قدروا يدخلوا كده لقصر البارون من غير ما حد يحس بيهم، وعملوا طقوس شبههم شوية وبنفس شكل الهدوم المعروفة عنهم، ولحد ما تقدم بلاغ للحكومة المصرية، وتحولت القضية وقتها لقضية رأي عام. ومن سنتين بالظبط في نقل عفش عروسة في محافظة الدقهلية وبتقليد أعمل الطقوس دي بتاعت عبدة الشيطان، نوع من المزيكا العالي جدا، حصلت كارثة بعد تجهيز مسرح عليه رسومات عبدة الشيطان. اتقلب الاحتفال اللي معمول ده عشان بس تقليد إن في بنتين كانوا هيموتوا، وصلت اصاباتهم لكسور في الجمجمه. وملف عبدة الشيطان في مصر ما اتفتحش تاني. بس انت تفتكر انك شفت او قابلت عبدة شيطان في مصر او في العالم العربي؟ اكيد عدى في يوم قدامك وانت بتقلب في فيديو على السوشيال ميديا لحد خارم وشه او مغير لون عينيه او قاطع لسانه او حتى مناخيره. كل عمليات التغيير في خلق الله دي عادي جدا، لانها بتقربهم من ابليس اكتر ويرضى عنهم اكتر. هتلاقي مشاهد مش مفهومه، ازاي حد يعمل في نفسه كده؟ بس في الاخر كل ما كنت عاصي لله كنت اقرب ليه. وازاي حد يكون على الفيسبوك وما يشاركناش برايه في كومنت او شير، ولو كان على اليوتيوب يتاكد انه عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.